بداية الثاني أرهقت حارس الجيش الموسى قائم ورأسية بيد السيد من ركنية تؤجل الحسم. مباراة توسط فيها الأداء الفني فحساسية اللقاء غلبت على المجرم. عود باتجاه الأمام لفريق تشرين وهجمة مرتدة، لكن الحارس الحاضر دائما والمتقدم لقطع هذه الكرة، وبالتالي التشتيت لإخراج الكرة لمعالجة لاعب فريق تشرين. على ما يبدو احتكاك حدث بين اللاعبين، حارس المجد أمجد السيد ومهاجم تشرين محمد عدرة. سلامات لكلا اللاعبين، إن شاء الله تكون الإصابة خفيفة وعودة اللاعبين لمتابعة الشوط الأول. إذا نوصل للتعرف على تشكيلة الفريقين، ولكن أتعرف سريعا على تشكيلة الفريقين. أبدأ بفريق المجد، يتألف بحراسة المرمى أمجد السيد. في خط الدفاع 5 بشار أبو خشريف، 6 مصطفى قطرميز، 18 علي الرفاعي وكابتن الفريق، 3 سامر عوض في خط الوسط، 8 مازن العيسى، 9 بشار قدور. هنا الكابتن هشام شربيني مدرب ينفذ طلبات مدربه ويتقدم ويحاول. أما الطليعة فكان في تسديده هي نهاية الحكاية. لقاء محاولة أخطر، لكن عداد الأرقام لا يتغير ليبقى الفوز مجداويا. بالثاني لم يجد الشمالي بدا من الاعتماد على اليوسف المصاب، فكاد أن يفعل والتي حبست الأنفاس مجددا. برجاوي قلب دفاع المجد لتشهد باقي أحداث الشوط ضغطا تشرينيا على مرمى المجد لم يثمر لتحضر ركلة الجزاء للمرة الثالثة، حيث أن حكم اللقاء كان كريما في منحها في المباراة، وإن كانت الإعادة البطيئة تؤكد سقوط لاعب تشرين على خط الجزاء. وتنفيذ ركلة كان بقدم الباش بيوك الذي فشل في تحويلها هدفا للتعادل في الشباك المجداوية بتألق الحارس الشاب أمجد السيد، ومعه كانت النهاية التي كانت سعيدة على المجد وعصيبة على أبناء البحر.